فيديو فوق ليبيا وكتسبي فيه. شنو قلت لك؟ شكون هذا؟ انا عزيز عليا حمزه مومبيبي، واخا ما تنعرفوش عزيز عليا، تيبرد ليا القلب شي وحدين قاد لهم طلع عقبال شي وحدات واحد اخرين وحدين واحد اخرين. سكينة كلامور هي صاحبة حمزة مومبيبي. اكثر من هذا الشيء ما بغيتوش تفهموه. شنو نوع العلاقه اللي بينكم وبين حمزه مومبيبي؟ بعلاقة حب. السي حمزه، السي عدنان عفوا، دابا ما عرفنا واش نقول لك، واش حمزه ولا عدنان؟ عدنان مرحبا. شخص واحد. الدليل على هذا الشيء هو فاش تيتحط، نهار فاش كتحط شي حاجه في السناب ما كتحطش في الانستغرام، فاش تحط في الانستغرام ما كتحطش في السناب. يعني يكون كانوا 3 الاشخاص ولا 2 ولا 4 عادي يكونوا ديما كاينين، فهمتي؟ صاحب الحساب مجهول، ما مستحيل يعرفوا شي واحد، هو مجرد صديق في السناب لا غير. حمزه مومبيبي صوت وصوره في هذا الفيديو هذا. شرط واحد، جيب كاس ديال اتاي اولا كاس ديال القهوه وحل معايا عقلك وكتب لي في الكومنتات شكون هو حمزه مومبيبي في نهايه الفيديو. واخا نبداو. اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه لجميع مشاهدين هذا الفيديو هذا من طنجه حتى القويره، خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن والعالم العربي اللي حمزه مومبيبي هبلهم. اول حاجه حمزه مومبيبي شكون هو؟ هذا السؤال مطروح. كيفاش تفجرت القضيه ديال حمزه مومبيبي؟ من بعد نخليو الكلمه اللي خرج من عندها السميه ديال حمزه مومبيبي هي سلطانه، وحيت نكملوا الفيديو ديال سلطانه ديك الساعات غادي نعرفوا شكون مورا حمزه مومبيبي. واخا نبدا. تيقولوا لا باقي جلستي مع سلطانه ولا شفناك معاها في المدرسه ولا هضرتي معاها هادشي في ليكول، حتى في ليكول تيحرموا عليهم يهضروا معايا. غادي نحطوك غادي ندروك غادي نقولوا غادي يعني راه داكشي سي امبوسيبل، راه ما عمر دار شي حد، راه داك الحقد ما عمرو ما كاين. شنو كان دارهم السلطانه ملي تجي تشوفي هادشي؟ كان دارهم حب الناس ليها بوان بار. علاش هاد السيده ما مغنيه ما ممثله ما ماشي وحده مشهوره ما معروفه في التلفازه ما معروف، علاش الناس يبغيوها؟ علاش الناس يصيفطوا لها ديديكاس من العالم كله؟ علاش الناس تيبغيوها في لو موند اونتي؟ فين كانت شي جاليه مغربيه في شي بلاصه، ودابا ما بقاوش غير المغاربه متبعيني، ولاو متبعيني خليجيات، ولاو متبعيني يعني كاع جزائريات، ولاو متبعيني العالم العربي تقريبا، تونسيات، بزاف ديال الناس. يعني علاش هاد السيده ما مغنيه ما والو، علاش يبغيوها الناس؟ واي مزيان. دابا هذه سلطانه هي اللي خرج منها حمزه مومبيبي، دخلوا للكونت ديال اخترقوا التليفون ديالها، لقات في كونتاكت كاتبه حمزه مومبيبي، شي واحد كان خاطبها ولا صاحبها ولا راجلها خليجي وكاتبه عليه حمزه مومبيبي. مزيان، هزوا لها الاسرار ديالها وتنشا حساب بهذه السميه ديال حمزه مومبيبي. مزيان، شكون اللي نشا الحساب؟ واخا دابا هذه سلطانه شنو كدير؟ هي في عمل ديال، هي في العالم ديال الموضه، ديال التزيين، ديال المكياج، ديال الكوف، المهم كل ما كيتعلق بالتجميل، بالموضه والتجميل. واخا ندوزو عاوتاني اللي جابها ليه لسانه، وربما يكون عارف شكون هو حمزه مومبيبي ما قادرش يقول. علاش؟ لان شاد عليه حمزه مومبيبي، شاد عليه دواسه مقيحين. ندوزو عاوتاني السكينه كلامور اللي كانت ديك الوقيته هذه 4 سنين كانوا كيقولوا صافي حساب حمزه مومبيبي، شكون اللي غادي يحاسب مولاه ولا شكون غادي يوصل ليه، ولا المهم كيجيب يا فمو يقول. هاد سكينه كلامور، سكينة كلامور هي صاحبة حمزة مومبيبي. اكثر من هذا الشيء ما بغيتوش تفهموه. شنو نوع العلاقه اللي بينكم وبين حمزه مومبيبي؟ بعلاقة حب. علاقة حب. سكينه كلامور هي اللي خلقت المشكل الاول ما بين حمزه مومبيبي وسلطانه. شكون هي سلطانه؟ اللي بدون اسم بغيتي تقول. لا هذيك السيده غير متطفله على المجتمع المغربي، سي اون بو دير سا، ني بلوس ني موان. ممكن نعرفوا كيفاش سكينه كلامور استطاعت انها تخلق هذه الشهره وتخلق هذه اللمعان اللي قدرت انها تخلقه وسط وسائل التواصل الاجتماعي؟ اول فيديو تحت ليه في السوشيال ميديا هو الفيديو اللي تحط عند حمزه مومبيبي، دايوغ كنقدم ليه التحيه. ومن بعد بحكم الخدمه ديالي اللي الناس بزاف ما كتعرفش انني انا دائما كنكون وراء الكواليس كما كنقولوا، يعني جو في تو سكي رولوكينغ فيستيمونتير. رولوكينغ فيستيمونتير ما كاينش عندنا بزاف في المغرب،
جبته من فرنسا سميتي 100% فلاموند بلوس لا بوتيك ديالي بلوس لا توش ديالي بلوس لا باقه ديالي. مزيان. سكينه غلامور حتى هي شنو كدير؟ عالم الموضه والتزيين والتجميل وكل ما كيتعلق بتزيين الشكل. مزيان. اذا سلطانه عندها نفس الدومين ديال سكينه غلامور. مزيان. ما غاديش نقول لك انا راه سكينه غلامور هي مولات الحساب، ولكن مازال العطيات غادي دابا نزيدو نتعمقوا اكثر باش نقولوا مثلا فنان ولا فنانه، ولا انا جاي ندافع على مثلا على واحد الفنان معين ولا فنانه على شداب زوله. انا جاي غير نقول لك شكون اللي مثلا قال لك صاحب الحرفه عدوك، يعني اللي خوك في الحرفه عدوك، خوك في الحرفه سمحوا لي، خوك في الحرفه عدوك. شنو تعلمت يلا تبعوا معايا. الاخيره وقعت لك انعدمت الثقه ديالي في البشر. عافاكم اسراركم خليوها عندكم. على التعاطف او نبكي، يعني علاش انا غادي نطلع نطلب التعاطف ديال الناس؟ ما تقوليش يا صاحبتي ما كايناش. الحب مخطوب ولا كيتسنى في المكتوب؟ مخطوب. سكينه غلامور في كلمه اختي. هذه عيشه عياش، هذه عيشه عياش هي الدين والموضه وكذا 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 وكذا. المهم كنقا دوز عاوتاني نقافه مع نقافه سريب صوت. بلاتي شكون اختي شكون؟ ممكن تهضري معايا جيني فاس اختي وهضري. انا جيت فاس دابا جيتك مشيتي جهه اخرى. شكون معايا بعدا باش نعرفك انا وصونيتي عليا وجيتي تتهمتيني وتهجمتي عليا؟ انت عليك وراه شناهي هادي؟ جيتي تهمتيني ماشي اتهام هذا. كيفاش تفهمتك؟ شكون نتيا بعدا؟ شكون نتيا؟ اوكي شكون نتيا؟ قلتي لي اوكي عيشه. شكون عيشه؟ كنعرف بزاف ديال العيشات. قلت لك عيشه عياش. شكون هاد عيشه عياش؟ ما عرفتي شكون. نو حبيبه ديالي ما عرفتش. كتبتي هذا السناب ديالك. كتبت انا عيشه عياش. والسناب اين سناب؟ ما عندي انا حتى سناب. شوفي مسيري عافاك الله يخليك. هذا نعتبره تهديد. عيشه عياش نعتبر هذا تهديد. كتهديني وصال انك حيت انا درت فيديو مع صوفيا. انا اختي ما كتهمنيش علاقتك مع صوفيا. انا ما كيهمني حتى حاجه. انا ما عنديش علاقه بكم بجوجات ما كيهمنيش، ولكن تجي تتصلي عليا باش تهديني ما نسمحش ليك. سمحي لي ما تجيش تهديني بهذه الطريقه وتقولي لي انا نسبك ونفضحك في حسابي. خذي راحتك بتفتحي كاملين كنعرفوا الفيديو. فمازال ما بغاش تعطيني اتساع. وي عيشه عافاك يا عيشه عافاك خرجي من الموضوع صافي. واخا انا غنسد الموضوع ما خليني نهضر معاك. عافاك حبيبه وتقطعيش عليا. اوكي تفضلي خذي راحتك. اوكي انا لو كنتي في بلاصتي ما غاديش نقول لهم شوفوا فلانه راه دايره راه فاعله وتركه وانا ما عنديش الدليل. انا وصلت طلبت بما فيه الكفايه. انا فاتح حمزه مون بيبي ما بغيتش نبكي دابا، ولكن طلبت بما فيه الكفايه من عند واحد الفنانه سميتها سلطانه. انا لو بغيت نادي شي واحد راه غنادي، ولكن انا عييت من هذا الشيء. عييت كل مره انا شي واحد يبدا يشوه لي طلعتي بحال هكا وانا مالياش مع حمزه مون بيبي. اوكي حبيبه. انا بين لي مريضه يلا خرجت من لوبيتال وكنفيق دابا الصباح كنفيق دابا كيصيفطوا لي كيقول لي وحده كتسب فيك. انا اش ليا في هذا الشيء؟ يتكتب دابا اعتذار حمزه مون بيبي غنسامح في كل شيء وغنسد كل شيء. انا غنصيفط لك كونفرساسيون دابا غنصيفط لك لا، ولكن انا الا هضرت مع حمزه مون بيبي دي والو دابا الغزلان لا تشوف راسها محطوطه حتى هي. خليها ما تقولي لها حتى شي حاجه. يا ما شفتش داكشي يلاه دابا فقت شفت هادشي ما فهمتش. هذه عيشه عياش مع واحد السيده كتصل بها وكتقول لها انت بحال كتقول لها انت راه كاين اللي متسير الحساب ديال حمزه مون بيبي. هذا عيشه عياش وهذه اللي كانت كتهضر معاها سكينه غلامور. هذا السيده اللي خرج من عندها السميه الاولى اللي خرج من عندها السميه ديال حمزه مون بيبي. هاد سلطانه وغادي ندوزو هادو كلهم مهنه واحده، كلهم مهنه واحده. وحنا غاديين دابا ندوزو للسي مظاهر. اش علاقته هو بالحساب ديال حمزه مون بيبي؟ السي مظاهر
بحال نقولوا كيركب على الموجه، واحد المراسل ديال الجريده الكترونيه وكيحاول ما امكن انه يدوز اشارات، كيدير تجاره، كيدوز اشارات ديال محلات، ديال حتى بنيبه كان كيدير اشارات للريستورات، المقاهي، الديور، اي حاجه المهم هو كيحاول يدير البوز، وكيحاول انه يدير في ذاك البوز، كيحاول يدير اشارات. هي هذه دابا هو اي واحد بغى يهضر على حمزه مومبي غير يتكلم على حمزه مومبي باش يدوز اشاره. غنشوفوا في هذه القهوه هذه اللي جالس هذا السيد عدنان الساكن، جالسوا هما وياه، جاي شاد له واحد الفيديو، جايب واحد السياره وجاي حدا واحد الكافي. ملي جلسوا في الكافي شادين الميني ديال الكافي حاطينه باش يدوز الاشاره. يعني سميتو السي مظاهر جابها ليه، هو مشى كيعيط للناس واخا ما عندهمش، واخا ربما كاع دابا عندنا الساكن مثلا ما غاديش نبرئوا ولا نتهموا ولا، لكن غير هضر باش دير اشهار للشركه ديالك، ما عارفينش بان العواقب والمشاكل وتخرب البيوت وتخرب العائلات، واللي غيضرب الحبس واللي غادي يمرض واللي غادي يطلق واللي غادي يفسخ الخطوبه غادي يجي من هذا مور هذا الحساب هذا. واللي غادي يربح كاين اللي يربح مثلا صفحات ربحوا، قنوات ربحوا، جرائد ربحوا، كاين حتى بعض اليوتيوبر اللي دخلوا الحبس، بعض المناضلين اللي ما عارفينش ما عندهمش معلومات مزيان جابوها في راسهم دخلوا للحبس. يعني ما خلى حتى واحد. واخا ندوزو حنا السي مضاي. عرفت راه عارف كيقولها كيعرف. السي حمزه، السي عدنان عفوا، دابا ما عرفناش نقول لك واش حمزه ولا عدنان. عدنان مرحبا. السي عدنان، بغيناك تقول لنا شكون هو صاحب الحساب الوهمي نتاع حمزه مومبيبي. صاحب الحساب مجهول، ما مستحيل يعرفوا شي واحد، هو مجرد صديق في السناب لا غير. حتى انت ما كتعرفوش السي حمزه. قال واحد الكلمه هنا، هذا السيد هذا قال واحد الكلمه رائعه وغادي اللي ذكي وحل عقله غادي يعرفها. المهم تبعوا معايا هذا الحوار هذا غادي يجيب لكم الاخر وشكون هو حمزه مومبيبي شحما ولحما صورة بهذا التصريح ديال هذا السيد هذا عندنا الساكن. غادي يقول واحد الهضره منطقيه غيسهل على الناس على كل شيء شكون هو حمزه مومبيبي. صافي لا عقل والله. ما بغيت تريطنا، كنحاولوا نريطو ما بغيت تريطنا. هو يقول لك عدنان، سي عدنان. واخا سي عدنان، شحال من شخص كيشرف على هذا التسيير نتاع هذا الحساب هذا؟ شخص واحد. الدليل على هذا الشيء هو فاش تيتحط نهار هنا غايقول، ولكن بغيت ما بغيتش نخلي الناس معذبين. ها هو قال لك شخص واحد اللي كيسير حمزه مومبيبي بسبب الذكاء ديالو. قال لك شخص، علاش شخص؟ قال لك لو كانت مجموعه غادي يكونوا ناشطين في فيسبوك وانستغرام وسناب وهذه، لكن شخص واحد بحر كيقاوم واحد الحساب ديال سناب ما يقدرش يمشي للانستغرام. اذا غير شخص واحد هو دابا باش هنا غادي بنادم يزيد يعرف شكون هو وشكون اللي كيستعمل بزاف سناب. ودابا هنا الذكاء هنا بدا من العقل ديال من بغى يخدم. خلينا من تحليل المعلومات وداك التخربيق وداك الشيء نقولوا حنا ما نقدروش نوصلوا ولا وصلوا ما بغاش يعرف. فاش كتحط شي حاجه في السناب ما كتحطش في الانستغرام، فاش تحط في الانستغرام ما كتحطش في السناب. يعني يكون كانوا 3 الاشخاص ولا 2 ولا 4 غادي يكونوا ديما كاينين، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. ولكن كنشوفوا بعض التعاليق سواء في الفيسبوك او الانستغرام كيوجهوا اصابع الاتهام لدنيا باطمه وعيشه عياش وكلامور. يقدروا هو ما عندهمش شي علاقه بداك الحساب، من غير انهم شي وحده اللي ضراتهم شي حاجه وخدا لهم حقهم منها وبقاو اصدقاء بيناتهم صافي. ولكن دائما كنشوفوا اصابع الاتهام كتشير لهم بالضبط هاد 3 اشخاص، ونقدروا نزيدوا معاهم حتى السي مومبيل البشير. لا ما عندهمش شي علاقه بهذاك الشيء. هنا بنادم هنا بنادم كيتاكد وكيزيد يتعمق ويقول لك دابا هذا وضحت الفكره. واخا دوزو هنا الحوار المثير للجدل اللي جاب الصداع لدنيا باطمه في هذا الحوار هذا، ولكن من هنا خصو يحل عقله. دنيا باطمه في هذا الحوار ما سبات ما عايرت حد، هي ضحكات. دائما كتشوف شي واحد مطلعها مثلا وحدين مطلعين على شي واحد، راه ضروري شي واحد واخا ما يكونش عدو كيضحك، لان كيضحك على
دوك الكلام اللي قلتي ولا ديك العبارات ولا داك الشيء اللي استعملتي انت في داك الضحك ديالك. اذا هي راه كانت كضحك على السيمو بالبشير على داك الكلام اللي كان كيقول، وفي الاخر عاد حضرات راسها يعني الحشومه وداك حشمته وحطت راسها الارض وقالت دوز فهمتيني. واخا نسمعوا. جرك الله كتعرفي الناس اللي تيحاربوك، واش تقدري تقول لنا سمي وحده منهم؟ كيحاربوني وانا كون كان شي حد قادر انه يحاربني ما تلقانيش في الساحه الفنيه نهائيا. كون كان نعتقدش انه شي حد تجرأ انه يحاربني، حيت الا عرفتو غنشرشم ليه المشاعر. انا معاك سنتينا، يلا ضربوا الجرح هيروشيما. ضربوا الجرح. وحده اخيرا بغات تجبدك وجبدت نساء انا. عندك شي ميساج ليها ولا الميساج ديالي نبدا بها انا الاول؟ واخويا انت فيك الكفايه. انا قالت لك غتفكرني نهار عيد المراه بورده، انا غنتفكرها نهار عيد البقرات بواحد الطور باش يجمعها، باسكو ما لقاتش الراجل معايا، تلقات مع شحال من خطره ما لقاتش الراجل يجمعها، غنجيب لها طور معايا عندها واحد النص طور باش يجي يجمعها. عيد البقره قريبا لا باش كيري ميكس سيمو شاده دواسه خايبين على الفنانات في الخليج. يعني هنا السيمو بشير هو اللي كان كيكلاشي سعيده شرف، يعني ماشي دنيا باطمه. هنا ما كلاشاش ولا يعني هنا عاد بالعكس حضرات وعبرت بواحد الطريقه يعني ما بحال هي كتضحك عجبها داك الكلام وداك الكلاشات. اي واحد واخا يكون كيتكلاشا شي واحد خوك ولا شي حاجه، الطريقه ديال الكتابه ديال داك الكلاشات كتضحك. اذا هو من يختار ديك الطريقه ديال تور ويجمعها وهذه جاب لها الضحك، وسيرتو منين قال عليها مثلا بقرة. واخا دابا دنيا باطمه هنا منين هنا عاوتاني هنا بحال اللي جابت الشبهات لراسها منين قالت عندي دواسه. واخا منين غيجيو هاد الدواسه غادي نهضروا منين غيجيو هاد الدواسه وفين هاد الدواسه وهاد الملفات وهاد التصاور شكون اللي كيجيبهم على هاد الناس على هاد الفنانه على هاد المجموعه كاع اللي شوهم حمزه مونبيبي. منين كيفاش كيوصلوه هو منين كيجيوه ديال الفنانه، منين كيجيوه ديال المشاهير ما شاهر بصفه عامه وديال. المهم حنا غنمشيو وحده وحده. زيد ماشي في الخليج، ماشي في الخليج، خليج ومغرب. ولكن ما كنبغيش ما تربيتش على انه الله قال لنا نستروا، حنا كنستروا على الناس. ما نقدرش انني ندخل في لي ديتاي وهذا. ما عندي دواسه مقيحين خلي عندي دروس. لا عطاك السر، عطينا باسم جميع الاعلام المغربي الاعلام المغربي، عطينا اختي شي دوسي، عطينا نايضه باش نوضوها. بزاف ديال الحوايج شويه غندخل في لي ديتاي غادي نقدر عرفي انت مالك يا صاحبي. الكوفيده كوفيده. بالنسبه عندي دواسه على كما قلت لك خليج والمغرب، ولكن ما شي حاجه ما يمكنش يتقبلها، ما يمكنش تقبلها بنادم. حتى الا قلتيها ما يقدروا ما يتيقكش بنادم. من كثر تما بزاف كيدعوا البراءه، فهمتي. انا عزيز عليا حمزه مونبيبي، واخا ما تنعرفوش عزيز عليا، تبرد ليا القلب شي وحدين قاد لهم طلع عقبال شي وحدات اخرين وحدين اخرين. انا شوفي انا مسبي فيا حمزه مونبيبي مسبي وما كنناقش في هذا الموضوع حيت ما كيهمنيش بزاف، وانما تيعجبني كيناقش بعض الاحيان يعني واحد المواضيع اللي هي اجتماعيه. حمزه مونبيبي كلشي يهضر عليه. سعيده شرف كتوضح قالت لك ودي تقاست فوطينيتها، قالوا لها ودي انتي المهم ما عرفتش كيفاش وصلوا بحال هي والمديمي حتى المديمي هكا. هي قالت لك ودي انا كاع دوزت كاع اللي قاسني وكاع اللي قال عليا شي حاجه ماشي مشكل، هضر في الخصوصيات ديالي ماشي مشكل، ولكن فاش تقيسني في وطنيتي لا. هنا فاش قال لك النقطه اللي فضأت الكاس وهي اللي مشات رفعت دعوه قضائيه بالناس. المهم سمعوا سعيد. فهذه النقطه هي يعني النقطة التي أفاضت الكأس. يعني يمكن الإنسان يوصفني كيف قلنا لكم، يقول اللي بغى وهذا ما عندناش مشكل، يمسني شخصيا حياتي الخاصة بما أنه إحنا فنانين وهذا يعني يمكن إنسان. والله العظيم الخوت ما غندافع على دنيا باطمة، والله ما غندافع على سعيدة شرف، ولا غادي نقسم سعيدة شرف ونزيد شوية من هنا، ولا نقسم دنيا باطمة ونزيد شوية من هنايا. عندي بحال مغربيات بنات بلادي هادي
كانت صحفيه ومن بعد ولات فنانه، المهم كاع بنات بلادي. لكن نهضروا الصراحه، كاين دائما اللي عنده واحد النقص، الا كان شي واحد احسن منه مادي او لا مثقف او لا بشهاده او شي حاجه، كيكون دائما الاخر كيكون كيشوفه بواحد الشوفه ناقصه. سعيده شرف قالت واحد النقطه هنا، قالت لك انها كانت واجد قبل من السوشيال ميديا، قبل من هذه. حيت نهضروا على دنيا باطمه، انا ماشي كندافع عليها هنا والله، غادي نقولوا التاريخ هذه شهاده للتاريخ. دنيا باطمه راها يمكن غادي نقولوا ابا عن جد، يعني عائله فنيه مناضله بالكلمه، ولكن ماشي غادي نقول لك هذا الشيء غادي يشفع لها، لا. هي كتبقى ملي شفت الفيديو ديالها الاخر كيكلاشي، سيمو بن بشير كيكلاشي في سعيده شرف، لقيتها كتحضر راسها وكتقول لك دوز، ولكن دائما الانسان الطبع ديالو ملي كيسمع شي حاجه كتضحك راه غيضحك واخا يزير في راسه. لكن المعطيه ضروري ملي شي واحد يبغي يقول له وراه فلان، راه حتى هو غيدافع على راسه. دنيا باطمه عندها تاريخ من عمامها باها، ديك فنيه الصوت، يعني ماشي نقولوا غير في المغرب، العالم، الناس الغيوان عالميين، باش ماشي كندافع عليهم، عالميين. هذا افتخر بان الناس الغيوان جيل لاله المشاهب، مهم هادو جيل لاله المشاهب، الناس الغيوان عالميين. هي كتقول لك دابا انا قبل ما يكون سناب شات وقبل ما يكون انستغرام، وراه دنيا باطمه يمكن قبل ما تزيدي انت، عائله باطمه راه قبل ما تزيدي انت اختي سعيده شرف. اذا ما نبقاوش نقولوا حنا هنا التعالي، هنا كاين التعالي، هنا كنبغي نرفع الباريه. علاش اخويا؟ صافي انت فنانه وانت وياها بجوج كتغنيو، الله يسهل لكم اموركم. كاين واحد المشكل، كاين واحد الاشكال، كاين شي حاجه خصو يتسوى بيناتكم. الرشق هنا في السوشيال ميديا، قلت عليها، درت عليها، فعلت عليها، لا 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 لا, لا. حبس. علاش؟ حشومه كاع، نتوما خواتات، ولا لا انا احسن منها ولا هي احسن مني ولا انا باديه ولا انا مازال صغيره وانا وصلت عليها وشهدوا لي وما شهدوا لي. وراه عائله باطمه راه شاهد لها العالم مثلا، ماشي غير شاهد لها مثلا غير شاهد لك انا عرب ايضا ولا عرب النبيك ولا عرب هذه، راه العالم. سعيده شرف انت صحفيه دابا تبارك الله فنانه، ما خصكيش تنزلوا، يعني بالعكس خصكم تهزوا الرايه ماشي بالرشق، سب فيك عير فيك، لا حشومه. كمل مع سعيده شرف. ثاني يجي ينتقدك او هذا ماشي مشكل، ولكن باش توصل مؤامره شخصيه ويجيو ويقيسوك في وطنيتك. مؤخرا كاينين ناس فاعلين خير، ومن لي فان ديالي دخلوا الحساب واحد الانسانه اللي فعلا دخلت داري وكلات طعامي وكان كنت كل احترام، بالرغم انه كاين مشاكل بيني وبينها، ولكن ما تصورتش انه الحقد يوصل حتى لهذه الدرجه، خاصه انه عندها كونتاكت مع ما يسمى بحساب حمزه مون بيبي، لانه انا كيف قلت لكم القضيه الان عند القانون، ولكن واحد الدليل خصني نتعامل باسلوب حضاري، لانه هذا تربيه كل مغربي حر. فاعتقد انه هذا هو الحساب ديال حمزه مون بيبي الا كتشوفوه. فممكن انا غادي نعطيكم هذا الشيء من عندي، من الهاتف ديالي، عفوا غنعطيكم هذا الشيء من الهاتف ديالي لعندكم، وغادي تشوفوا اللي الفتنه. كيقهرني في بعض المغاربه كيقولوا لك حنا الوطنيين الوحيدين وحنا الوصيين على هذه البلاد وحنا المثقفين وحنا الفنانه، هما شعب الله المختار، هما المغاربه المختارين، هما اللي مرفوع عليهم القلم، هما اللي على راسهم ريشه. الا كاع المغاربه مربين كاع الا واحد القله، الله يحسن العون، كل واحد وظروفه. كاين اللي البيئه، كاين اللي تفرض عليه داكشي، كاين اللي مرض نفساني، كاين اللي اكتئاب وخرج على السيطره. دابا حيت نجيو حنا لدنيا باطمه، واش دخلنا عليك بالله؟ الصوت ديال العربي باطمه العربي باطمه وحامد راشد، واللي ما تلفت لي السميه الاخر الاخ ديالهم اللي محمد اللي مع المشاهب كاع، واللي مات كاع ما كانش معاه معروف، هي كاتب الشعر زجال، يعني هذاك مات ما خلى غير الاغاني، خلى غير داكشي مكتوب. كاع هادو غادي تخرج منهم بنت دير بحال هكا اولا جوج بنات يديروا هكا، حتى المغاربه ما يتقبلوهاش. يعني كانوا المتنفس الوحيد هما مجموعه ناس الغيوان المشاهب جلاله. اذا حيت نقولوا المشاهب راه محمد باطمه، حيت نقولوا ناس الغيوان العربي وزيد عليها حميد وزيد عليها رشيد وزيد عليها داك اللي كان كيكتب راه مات الله يرحمه. اذا هنا ما يمكنلكش تقول انت غادي تخرج هذه البنت اولا هذه البنت وكاع وخرجت نديروا حنا وزلقت هذه الزلقه هذه مثلا. المغاربه خوتنا يجمعوها، هذوك الناس راهم في السبعينات كانوا كيتقفوا المغاربه، نقولوا بكل صراحه راه كانوا كيتقفوا المغاربه، راه الكلمات ديال الناس الغيوان، الكلمات ولا الاغاني كانوا كيتقفوا الشعب، ما نكذبوش على الله.
ما نبقاوش حاول نكرو حنا نكاري للخير، ما ننكروش الخير، ما ننكروش. واحد ضحى كتب سجل ضرب تماره باش يوصل لك صوت ويقول لك وتحس جاب الله واحد الفرقه كتعبر عليا، واحد الفرقه داكشي اللي بغيت نقوله ما قلتوش انا، قالتو هي. يجي في الاخر نضربوا داكشي كلشي في الصفر. واحد البنت حفيده ديالهم او بنتهم خرجت زلقت وما عرفوش المغاربه ولاو كيتعاطاو معاها، ما نتعاطاوش معاها، نهضروا معاها نخليوها. واحد اللحم ديالو هي لحم خناز مثلا، نخليوها في محمد ترك مثلا، نخليوها البراني. انتم خليتوها البراني شنو دار فيها؟ في الاخر باع فيها وشرا واستغلها ودار فيها اللي بغا وفي الاخر رماها او لا هي. اذا علاش حنا نخليوه في الاخر نعاتبوه؟ ولا انا نجي نرفع انا نقول انا هو المغربي المختار اللي عليا راسي ريشه وانا الوطني وانا راه حنا كاع ملكيين وكاع وطنيين وملكيين ابان عن جد، البيعه من ابان عن جد. حنا ماشي عياشه ما كنعيشوش على فقر الناس، معاناه الناس، على المأساة ديالهم، على الاحزان ديالهم. دابا انا ماشي عياش، انا ما عمري عشت على ما عمري درت عليه فيديوهات، ولكنني قلت هرج مع هذه الحلقه، هذه حلقه واحده. لو كنت انا مسترزق او لا عياش انا نعيش سيدي على هذه القضيتين، وفيديو مول فيديو لايف مول لايف، ونطلع المشاهدات وادسنس خدام، ونجيب من هنا ونقول هذا وهذا ونربط هذا مع هذا بحال هكا الطريق. لا، خليت كلشي كيهضر. كانت قضيه عادل الميلودي هي اللي شاده السوق، موراها كان هذا شي شويه حمزه مونبيبي صافي غير تصوت القضيه ديال عادل الميلودي وداك الوجدي اللي كان كيخرج دائما الاسرار ديال عادل الميلودي تشد في الحبس، سكتات هذه القضيه صافي دازوا لحمزه مونبيبي. حمزه مونبيبي مشاو للسي مظاهر سير لهذا سير لهذا. اذا شكون اللي كانت في ديك الساعات كانت في الساحه؟ كان عند المغاربه كاملين قضيه راي عام هي عادل الميلودي. كان حمزه مونبيبي شي شويه صافي غير عادل الميلودي بقى كيرقد كما كيقولوا، القضيه ديالو بقات كترقد، حمزه مونبيبي خرج للسطح. اذا شكون هنا اللي خصو يخدم العقل ديالو؟ هنا في الاخر الفيديو غادي نقول لك الحكماء العقلاء المناضلين الفنانه يتريسوا يعرفوا شكون هو مور هذه الروينه هذه. وانا بيان سور غادي نعاونكم ونخلي لكم انا الراي ديالي ونقول لكم ما غاديش نقول لكم فلان ولا فلانه، ولكن غادي نحاول نقرب لكم شكون اللي يكون مور هذا الحساب هذا. تفرجوا معايا في التصريح ديال محمد دابا تفرجوا معايا في محمد المديمي والتصريح ديالو في ديك الوقيته كانت عاد مازال القضيه اليوم تم تقديم المغنيه دنيا بطمه رفقه ابتسام بطمه، وتم احالتهم من طرف الفقه الوطنيه الى. والله اخويا محمد انا بعدا انت كمناضل والله العظيم انا لو كنت انا في بلاصتك والله خويا حتى ننسحب واخا يكون قاسني داك الحساب، قاسني انا شخصيا حتى علاش زعما عندنا واحد الحقد من جهه ديال باطمه؟ علاش عندنا واحد الحقد؟ كاين الناس اللي كانت كتعشق مجموعه اخرى على ضد مجموعه اخرى، بحال نقولوا فنان كيعجبك فنان على فنان. كاين اللي كبر حاقد على مجموعه الناس الغيوان لانه كان كيبغي واحد الفرقه اخرى، وجات هذا الحساب كيصفي الحساب. اخويا يقول دنيا المغنيه دنيا مثلا، خلي عليك داك الاسم نقي، داك الاسم ما عمرنا سمعنا عليه شي حاجه اللعيب، خرجوا عليه شي اشاعات، خرجوا عليه زمان كاع زمان كنسمعهم غير راهم اعتقلوهم، راهم قطعوا لهم ظفارهم، راهم ضربوهم، هادشي كنسمعوا هما الاشاعات اللي كانوا كيطلعوا لنا. راه بوجميع مات، قتلوه بالسم، قتلوه بهذيك، هادشي اللي كانوا كيقولوا. علاش؟ لانه كانوا كيقولوا الكلمه الحره، الكلمه الملتزمه، الكلمه نقيه. دابا انت كمناضل انا والله تنحشم انا في بلاصتك اخي محمد نخرج في هذا التصريح اللي كنقول لك الساعه. دابا انت راك الحمد لله على سلامتك، وهذه نقول لك اخي محمد السيد وكيل المحكمه الابتدائيه لتتم مواجهتهم طبعا مع المعتقله مسماه سكينه جناح او مقام غرامور، اللي اعترفت عليهم في بعض التصريحات ديالها السابقه طبعا واللاحقه اللي تمت امام الفقه الوطنيه، واليوم كذلك امام السيد وكيل الملك على ان دنيا بطمه واخو دنيا بطمه هم ذريعه في تسيير هذا الحساب. اللي يمكن ناكد لكم الاخوان ان اليوم وضعنا شكايه الى السيد الوكيل العام لدى محكمه الاستئناف. هذه الشكايه رقم 4 من ضمنها هذه المغنيه دنيا بطمه رفقه مجموعه ديال المجتمع فيهم، بحيث ان هذه العصابه الاجراميه زعزعت الراي العام واساءت للمغاربه بصفه عامه وللمواطن بصفه خاصه، حيث ان هذه العصابه الاجراميه يقومون بتسيير واحد الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات او انستغرام، ويقوموا بابتزاز المواطنين والسب والقذف والتشهير
وكذلك المس بالحياه خاصه الافراد. طبعا هذا الشيء كله تحت الطلب مقابل مبالغ ماليه مهمه. يمكن ناكد عاوتاني ان الفرقه الوطنيه مشكوره على المجهودات ديالها وعلى المجهودات الجباره، ابحاث. واخا دابا هنا محمد المديمي جاب بزاف ديال المعطيات، قال لك اودي هذا الحساب هذا كيحاول يشوه بالناس ويسهر بهم يبتزهم ماديا، وهنا دابا تخدم العقل ديالك ويخدم العقل ديالي ويخدم العقل ديال كل واحد. واخا دنيا باطمه، واش خاصها الفلوس مثلا؟ ديروا هكا فنانه واش خاصها الفلوس؟ على ما كنظن ما خاصهاش الفلوس. واخا شكون هاد الفنان اللي متهم؟ غير هي بعدا هي اللي راه متهمه بهادي. انا ما كندافعش والله الا كنخدم عقليا المغاربه، واقسم بالله حتى كنخدم عقلي. وشكون دابا حنا نرجعوا للاول، قلنا ودي كاينه سلطانه، كاينه سكينه كلامور، كاينه عيشه عياش، كاين محمد سميتو سيمو بالبشير، كاين بزاف واخا شكون اللي استافد من هذا الحساب في الشهره؟ شكون اللي تشهر مثلا؟ شكون اللي خدا منه فلوس؟ كاينين اليوتيوبر اللي دخلوا للحبس، كاين اللي كان في ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي ولا اعلام تبارك الله بحال سميره الداودي اللي راه دابا مع شوف تيفي راه ولات اعلاميه، كانت غير ناشطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكانت في الامارات وداك الشيء، دابا تبارك الله راه اعلاميه في شوف تيفي. في ديك الفتره بدات حتى هي كتحقق في هذا الحساب، كتصادف الناس وكتمشي عند مثلا عند هذا وكدير مع هذا لقاء ومع هذا لقاء مع هذا لقاء مع هذا لقاء، حتى دارت بلاصتها في شوف تيفي ودارت برنامج ديالها ولات دابا اعلاميه في شوف تيفي. مزيان حتى هي لهنايا. واخا ايوا دابا حنا فاش غادي يبدا التحقيق؟ هنا الراس يمكن راه حنا شديناه، وهو اللي مول الحساب كل من عنده مع الموضه والتزيين، كل من عنده مع الموضه والتزيين. علاش؟ قال لك خوك في الحرفه عدوك. ايوا دابا منين غادي يبدا هذا الشيء؟ غيبدا من السلطانه، الاصدقاء السلطانه، الاعداء السلطانه. كيفاش غنعرفوهم؟ مثلا اللي كيخدموا بحالها، اللي ما باغيلهاش، اللي عندهم واحد الحقد من جهتها كبير وتاهما في نفس الدومين عندهم الفلوس. واخا بنات ورجال، شكون اللي كيعطي المعلومات؟ مثلا احنا نديرو مثلا شي نقافه اولا شي نقاف اولا شي لوبيا هو اللي كيسير هاد الحساب، شكون اللي يعطي المعلومات؟ بيان سور كيجي فنان فين كيمشي يتزين، شكون اللي كيصاوب ليه الماكياج، شكون اللي كيقاد ليه، شكون اللي كيلبسو؟ صحاب الموضه. اذا ضروري غادي يقول تصريح منا، يقول شي كلمه خرجته هو في ديك الحلقه هو جالسين تما بيناتهم شادين النميمه في شي واحد وزلقات ليه كلمه، الاخر كيسجل. شي واحد شي فنان دار فيه الثقه وصيفط لبعضياتهم، غير انه الرقم التليفون ديال هذاك ها راه ليا راه غندخل ليه التليفون ديالو هكا. يعني شكون هنايا مول الحساب؟ ما غنقول لكمش فلان ولا فلانه، ولكن الا كنتو ذكيين غتحطوا شكون هو في لي كومونتير، شكون هو مول الحساب. المهم بداو التحقيق، الا بغيتو تبداو التحقيق وتعرفوا 100% شكون هو مول الحساب ديال حمزه مون بيبي، هما اللي عندهم مع الموضه والتزيين، اللي عندهم مع الموضه والماكياج، المهم النقافه، غادي نقولوا حنا النقافه باللغه العاميه ديالنا، اللي عندهم مع التكاشط مع اللباسات مع الماكياج مع التكوفورت. ما كاينش شي واحد، وهذوك اللوبيات هذوك اللي دايرين شبه رجال شبه عيالات وشبه رجال، هاد جوج خيوط هنا غتعرف شكون. ونزيدكم حاجه اخرى، نزيد نبسطها اكثر. شوفوا شكون اللي ما بقاش كيدخل للمغرب، واخا ما عندوش متابعه او ما استدعاوش او لا ما عنده حتى شي شكايه، ما قدرش يدخل للمغرب، ما قدرش يدخل للمغرب. اذا قربت نوصل لكم شكون هو، ولكن بالذكاء ديالكم انا مغاربه غادي تحطوا شكون هو او لا شكون هي، شكون اللي ما قدرش يدخل للمغرب واخا معليش متابعات او معليش شكايات، هي راجل ولا امراه. من ديك الفتره لدابا هذه 4 سنين، نديرو هذه 3 سنين كاع، بقاش عام ديال الهضره عليه، ولكن ما كانش شكايات. دابا 3 سنين لدابا شكون اللي خرج ما رجعش، سواء امراه سواء راجل. ولكن باش نقول لك كاينين فنانه عندهم يد في هذا الحساب ما نظنش، لان الفنان يقول لك وثاني واش انا نكتب ولا نغني ولا نلحن ولا نمشي للسهره ولا نبقى نحط. وواحد الكلمه قالها داك عدنان، قال لك راه اللي غيكون قابلوها واحد ماشي ايكيب. علاش؟ لان قال لك بحر واحد لحاجه كبيره. شكون اللي معطيه للسناب؟ هنا غنجيب لكم الاخر باش تعرفوا بان اللي مقابل هذا السناب مرا
امراه او لا لوبيا او لا شبه امراه وشبه راجل، لانه هو اللي السناب كيشوفوه البنات بزاف والعيالات بزاف، هما اللي كيتفرجوا فيه ماشي الرجال. اذا قربت لكم خوتي خواتاتي، اليكم التعليق، وكنتم في رعايه الله، والسلام عليكم والى حلقه اخرى ان شاء الله يا ربي. كان معكم جيدو من شوفو تيفي.